حبايبي صباح الخير. لو عاوزين تعرفوا ازاي تعملوا احلى كوباية قهوة بوش تظبط مزاجك، لازم تتفرج معايا على الفيديو ده. طبعا ضروري يكون معانا سبرتاية بتعمل طبعا القهوة جميلة جدا وبتسويها ببطء، فبتكون القهوة مستوية وطعمها حلو. طبعا هتحط البن حسب الرغبة بتاعتك. انا بحط معلقتين على الكنكة الوسط، وبحط نص معلقة سكر لان ما بحبش القهوة يكون سكرها زيادة. بكون معاير طبعا المج بتاعي، فبحط المية على قد المج. طبعا هيبقى القهوة ممكن تطلع معانا زي ما انتم شايفين كده، تعلى معانا، لكن في الاخر طبعا وهي بتستوي دي كلها بقى فقاقيع هواء بتروح، والقهوة بتهبط معانا شوية عشان تبقى عامل حساب. طيب نولع السبرتاية ونقول بسم الله ونحط معانا الكنكة على السبرتاية. طبعا انت ممكن تعمل القهوة على اي حاجة، ممكن تعملها بكنكة كهرباء، ممكن تعملها على البوتاجاز، حاجات كتير ومن ضمنها ممكن تعملها على رمالة، ممكن تعملها على السبرتاية، تعملها بأكتر من طريقة. بس يعني اللي يكون لو من اللي انا جربتها من احسن انواع الحاجات اللي فاتت دي كلها اللي هي السبرتاية. ليه بقى السبرتاية؟ السبرتاية نارها هادية وبتسوي القهوة كويس جدا. انت ممكن تعملها على البوتاجاز بس طبعا هتهدي النار خالص يعني. طبعا انا بعملها زي ما انتم شايفين كده على السبرتاية. التخبيط اللي انا بخبطه بالمعلقة ده عشان لو في هوا جوه كنكه بيطلع معايا بسرعه يعني. انا نوع البن اللي انا بحب اشربه اللي هو نوع وسط، محوج وسط. اي نوع بقى سواء انا بعوف او بتجيب من اي مكان عندك، نوع التحميص الوسط بيبقى طعمه كويس جدا يعني، ولو محروق وله تحس ان هو مش مستوي كويس يعني. كده يعتبر ما عادش فيه فقاقيع هوا، وهو ده المستوى بتاع القهوه اللي معايا. تستنى عليها طبعا شويه. طبعا كل واحد بيشرب القهوه حسب مزاجه يعني في السكر وكده يعني. لو انت عاوز القهوة تقيلة بتكتر البن، بس كتر البن مش حاجة كويسة يعني، لان في حاجات منه في الكتير، معظم البن الكتير هينزل في الارض تحت. اللي اذا واحد عايز يشربها دوبل بيكتر المية سنة صغيرة ويزود القهوة، والسكر برضو طبعا حسب الرغبة يعني. الوش اهوت بدأ يطلع يعني سنة صغيرة. في بقى حاجة مهمة بقى، خليك معايا تابعها كده. في خطوة مهمة جدا عشان تعمل كوباية قهوة بوش محترمة. القهوة دلوقتي هتطلع معانا، ده الوش خلاص اهو. انا هاخد دلوقتي الكنكة واصب الوش بس، الجزء الاولاني من الوش، وارجع الكنكه تاني على النار بحيث ان هي تغلي غلوه وتستوي اكتر يعني. بس لسه في جزء من الوش في الكنكه، فانا هسيب الوش يطلع معايا شويه زي ما انتم شايفين كده، وهحط المرحله التانية من الوش بالطريقه دي. كده انا خلاص الوش كله يعتبر هو جزء من القهوه كمان نزل، فانا هخلي بس القهوه تاخد غلوه. هتشوف دلوقتي هي طلعت كده خلاص. كده هصب بقيه الكنكه في فنجان القهوه بتاعي. كده تاخد احلى كوبايه قهوه. خلاص كده انا هوقف السبرتاية بتاعتي، ودي كده احلى كوباية قهوة باحلى وش، حاجة محترمة جدا يعني. اتفضلوا معانا. لو فيديو عجبك اضغط اعجاب على الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة عشان يجيلك كل فيديو جديد، وتابع الفيديوهات القديمة اللي عندي على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.